أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال تفقده لموقع حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي أن التحقيقات جارية وستعلن نتائجها كاملة للمواطنين، معزيا ذوي الشهداء وراجيا لهم الرحمة والمغفرة. كما شدد الملك سلمان بن عبد العزيز على أن المملكة تتشرف بخدمة البيتين الشريفين، كما يتشرف ملكها بأن يكون خادما للحرمين. أنا زرت اليوم أولا لأتفقد ما حدث وما صار وكيف نعيد التعمير مرة ثانية. الشيء الآخر أن أكون مع المواطنين فيما هم فيه الشيء، وأعزي الشهداء، ونقول نرجو من شاء الله المغفرة والرحمة، وأقول هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين، ويشرف ملكها أن يكون خدمة الحرمين الشريفين، وهذا بعد بعيد اليوم الحمد لله. هذا جاهلي، ومكة تهمنا قبل أي مكان في الدنيا كلها، يوم المدينة المنورة، وسنعمل ونحقق في أسباب الأمور دي كلها، وبعد ذلك يعني للمواطنين الحقائق كلها إن شاء الله.